السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهارده بقى يوم كله دخان 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 دخان، مقولكوش. النهارده بقى يوم مشويات. صباح الخير عليكم ومساء الخير عليكم على حسب ما بتشوفوا الفيديو. يلا بقى نعمل خلطة المشويات مع بعض. وقبل ما نبدأ اي فيديو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا تعالى نعمل تتبيلة الفراخ، ودي تتبيلة سهلة خالص وهنعملها في الخلاط واحنا واقفين. تعالى نقول مقاديرها: طماطميتين، 2 طماطم، 2 بصل، وقرن فلفل، 1 حامي و1 بارد على حسب ما بتحبوا. ما بتحبوش الحامي يبقى ما تقطعوش حامي، بتحبوها سبايسي شوية حطوا قرن واحد حامي يعني. تمام. وعلبة زبادي، وهنحط بقى فلفل، نحط التوابل كلها، هنضربهم في الخلاط بشوية مية صغننين خالص، شوية مية او شوية خل، شوية مية او شوية خل صغننين خالص. تمام. وبعد كده بعد ما ضربناهم ما نخليهمش الصوص خالص، يعني ايه، خليهم فيهم قطع البصل وقطع الطماطم كده فيهم شوية. تمام. بعد كده هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. كانت واحدة مرق دجاج، عندنا فلفل، كمون، بابريكا، اهم حاجه البابريكا طبعا، كاري، كركم، اللهم صل. توابل الفراخ ما تنسوش توابل الفراخ، كزبره ناشفه، علبه الزبادي، ومعلقتين خل وعسل اسود. عسل اسود بيخلي المشويات طعمها تحفه. العسل الاسود يا جماعه والله العظيم بيخلي المشويات بتاعتك في حته تانية بجد، في حته تانية بجد، وجربوها وهتدعولي بجد. بقى اللي ما عندوش عسل اسود وعنده صوص الباربيكيو حلو برضو جدا، يخلي المشويات طعمها حلو وتحفه كمان. عفوا اخواتي حبايبي. وعملنا بقى التتبيله وشويه ملح، طبعا ما ننساش الملح ما تنسوش الملح. وعلبه الزبادي، ولا اقول لكم ان رحمه كانت واقفه لي على علبه الزبادي وبعتنا جبنا لها علبه مخصوص والله. هنحط علبه الزبادي وهنقلب تقليبه كده. طيب الخلطه دي تعملها امتى؟ الخلطه دي هعملها لو ناويه ان شاء الله ان انت تعملي تشوي مثلا بكره، هتعمليها النهارده بالليل وتخليها وتقفليها بستريتش كده، تقفلي الطبق بستريتش وتحطيها في التلاجة من النهاردة لبكرة. تمام. من يعني بالليل، من النهاردة بالليل، وتخليها بكرة، هتسويها العصر، هتسويها الظهر، على حسب الوقت اللي هتسويها فيه. دي هتبقى فعلا تحفة. تمام. طيب انا مستعجلة وعايزة اسويها على طول، فانا هضطر اسيبها ساعة قبل التسوية. هضطر اسيبها ساعة قبل التسوية، يعني بنتبل الفراخ ساعة قبل التسوية. طيب بنعمل ايه في الفراخ بقى؟ لو وصلت لحد هنا طبعا ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. واتمنى ان فيديوهاتي تكون عجباكم ومحتوايا حلو ان شاء الله. نتطور مع بعض اكتر واكتر، والقناة طبعا هتكبر بيكم لان دي قناتكم انتوا مش قناتي انا. وهنقلب بقى، نبدأ نقلب التتبيلة دي كويس، ونبدأ نعمل ايه في الفراخ هنقعد نغزها. ايوه شفتي، نغزها بالسكينة كده، هنغز الفراخ من كل حتة عشان التتبيلة دي تدخل جواها. آه انا طبعا ما جبتلكوش وانا بتبل الفراخ لاني بتبلها بايديا، يعني فعشان بس ما حدش يكون بيعرف او حاجه، لان انا ما عنديش جوانتيات جلافزات، ما عنديش. فجبت الفراخ بقى كده، وهبدا طبعا الفراخ مغسوله نظيفه كويسه. بصوا هبدا بالسكينه كده بقى نغزها كده. نقعد نغز، اللي متغاظ من حد بقى يفتكر هو الفراخ دي ويقعد يغز كده. ايوه. بصوا انا غزيتها وكنت منغزه من ناس كتير. تمام. فخلصت الفراخ طبعا، غزيتها كلها، فتحتها كلها، يعني يعتبر كلها كده مسامها متفتحه كلها. وهبدا انزل الخلطه ديت على الفراخ، ونبدا ندعكها شويه بايدينا كده كويس، ندعكها بايدينا كويس لحد ما الفراخ تتشرب الخلطه كلها من تحت الجلد وفوق الجلد. تمام. كل الفراخ كده كلها اتملت بالخلطة بتاعتنا. هنبدأ بقى نغطيها بستريتش ونحطها في التلاجة لمدة ساعة. في التلاجة يا جماعة لمدة ساعة قبل ما تستوي، لان عشان تكون الفراخ بدأت تشرب من الخلطة بتاعتها. ونجهز بقى الشواية
تمام. هنبدأ بقى. بصوا الدخان بقى والشوي، يا لهوي انا كانت والله الريحة، بصوا الدخان بهدل البيت كله والله العظيم، طلع من البلكونات كمان والله العظيم. ده بصوا كان يوم ما شاء الله، كان يوم جميل الصراحة. الشواية ديت بتعمل جو والله العظيم في البيت، غير ان انتي تشوي على في الفرن او في البوتاجاز كده، حاجة تانية يعني خالص والله، حاجة تانية. وبتبقى اجواء جميلة قوي اما تيجي تشتغلي بالشواية كده، بتبقى اجواء جميلة قوي والله العظيم. بدأنا بقى نشوي الفراخ الاول، وكنت انا بحضر في عجينة الكفتة. كنت بحضر في عجينة الكفتة، قلت ايه هنشوي لهم كفتة، هنقضيها بقى كفتة والفراخ المشوية وايه وسلطة وطحينة وشوية شيبسي كده وايه وعيش، مش هنعمل ولا رز ولا اي مكرونات جنبيها، هي بس كده. دي كانت اكلتنا اليوم النهاردة، كانت جميلة قوي وكان طعمها تحفة الصراحة، وبتاخد طعم الفحم بطريقة فظيعة والله العظيم. كانت ما شاء الله عليها. بصوا الاجواء والدخان والله العظيم، واجتماع بقى ان انتي تجمعي الاسره كده، ان انتي تشوي، واحد بيساعد واحد بيحط هنا وواحد بيهوي، ديت بتجمع الاسره جميله قوي، وفكره يعني فكره تحفه الصراحه، بتجمع الاسره معاكي كده في اجواء اجواء حلوه. آه هو كان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما شاء الله الأكلة كانت تحفة بجد، بمعنى تحفة تحفة. كان بصوا هنا كنت بحط حتت، كانت عندي حتت سمين، فقلت احطها كده على الفراخ تدي طعم، فوقعت في النار مش مشكلة يعني، حصل خير. بس بصوا اجواء الفراخ والله العظيم، والريحة كانت بصوا مكهربة البيت كله الصراحة. فاجتماع الاولاد حواليكي كده، ان انتي في فرحتهم ان انتي بتشوي وشايفين الدخان والنار واجواء اللمه كده. بدأنا خلصنا الفراخ بقى وبدأت اشوي الكفته. هي كانت طبعا بقى انا مصورتش عجينه الكفته، لان هم كانوا واخدين التليفون بره بيصوروا بيه الشوي يعني. فالكفته كانت خطيره ان شاء الله. اعمل لكم العجينه بتاعتها، اللحمه المفرومه والحاجات بتاعتها، وموفره جدا. خلصت بدأت الاكل بقى، وبدأنا ننزل الاكل كده، شيبسي وكفته ونقطع عليها خضره كده، كانت ما شاء الله طعمها تحفه والله العظيم. جربوا الوصفه دي، وجربوا خلطه المشويات بتاع الفراخ ديت، والله احسن من اي خلطه، جميله، بتدي الفراخ لون وبتدي له طعم جميل. ما شاء الله يعني حاجه كده تحفه. والطحينه طبعا برضو نفس الحكايه، كانوا بيصوروا، كنا بنصور بره بالتليفون ومعرفتش ايه افتح اصور برضو الطحينه بقى بنعملها ازاي. فكانت اجواء جميله والله العظيم، وكل سنه وانتم طيبين طبعا، ويعود عليكم الايام بخير يا رب العالمين. بصوا الكفته، بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله عليها، كان طعمها تحفه، والطحينه والاجواء بقى والسلطه، وما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، فضلا وليس امرا. انا عايزين القناه تكبر بيكو وتكبر ليكو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.